بقالي فترة غايب عنكم. يعني الفترة دي ممكن تكون دخلت في شهر أو شهر ونص أنا ما صورتش، ولو في فيديو انتوا شفتوه في خلال الفترة دي أو بعد كده فاعرفوا إن هو كان متصور قبل كده. هو أولًا الفيديو ده تقدر تقول دردشة معاكم أكتر، يعني أنا باتعامل معاكم إن إحنا بقى أصحاب وأهل مع بعض، يعني طالع أتكلم معاكم كده، مش فيديو هتاخد منه معلومة يعني في المزيكا. ولكن لو أنت بتحبني بتحب تتفرج على المحتوى بتاعي فممكن تحب تعرف تفصيلة صغيرة زي اللي هاحكيها دلوقتي. المهم عشان ما اطولش عليكم، على رأي أحمد أبو زيد قُل طوّل، ولكن خلّينا نتكلم في الموضوع. في الفترة اللي فاتت أنا بقى لي يعني حبّة كتير، بقى لي فترة كبيرة أنا باقاوح مع نفسي. أنا كأحمد ما باعرفش آخُد إجازة، فأنا كأحمد على طول قاعد قدّام الشاشات دي، قاعد يا إمّا شغّال يا إمّا قاعد بقى. يعني اللي يعرفني يعرف إن أنا مهتم بمجال البرمجة والكمبيوتر والحاجات اللي زي دي. فقاعد يا إمّا شغّال في يعني أيًا كان نوع الشغل، بس ما باعرفش آخُد إجازة. واللي منكم عارف برضه إن أنا قاعد في الإستوديو بتاعي، يعني أنا دلوقتي مش ما باصوّرلكوش من البيت، لأ أنا عامل إستوديو. المهم يعني إن أنا كنت على طول باقضّي وقتي فيه، حتى وأنا حاسس إن أنا مش في أفضل حالاتي، على طول باقعد أقاوح في نَفْسي وباحس إن أنا لو خدت إجازة فأنا كده متخاذل أو أنا كده يعني باتدلّع. واللي ما كنتش واخد بالي منّه إن أنا كنت burn out. يعني دي حاجة يعني مش هيفهمها غير الناس اللي هم بيشتغلوا شغل حُر أو الناس اللي عاملين business صغير كده على جنب. يعني الناس دي هي اللي هتفهمني. burn out دي هي حالة أنت بتوصل فيها اللي هو للart block بقى. دي حالة أنت بتوصل فيها إن أنت خلاص مش قادر تقعد قدّام الكاميرا، مش عارف تتكلّم أو اللي هو مش عارف، بس الموضوع بيبقى تقيل عليك. كنت باقاوح نفسي، وفي على فكرة فيديوهات أنا نزّلتها واللي هو يعني إيه، أنا كنت باجاهد نفسي عشان أصوّرها. يعني آخر فيديو نزل على القناة أنا كنت يعني عارف اللي هو باجاهد نفسي أوي عشان أصوّر الفيديو ده، عشان اللي هو أنا باحس إن أنا مقصّر معاكم، اللي هو لأ أنتم تستاهلوا كل يوم فيديو، مش فكرة بقى أعمل فيديو، فيديوهين ونقعد أسبوع، لأ أنتم تستاهلوا كل يوم فيديو. المهم عشان ما اطوّلش عليكم يعني، الفترة اللي أنا مش قادر إن أنا أصوّر فيها، اتضاف عليها بقى تعب جسدي. يعني كنت تعبان بقى، عارف اللي هو burnout، وفي نفس الوقت أنا بدنيًا تعبان. فيعني قفلت من كُلّه، عشان كده أنا بقى لي شهر ما صوّرتش. هتقول لي طَب يعني ده معناه إن أنت خدت إجازة؟ هاقول لك آه، خدت إجازة يومين وكنت بانزل باقي الأيام عادي، ولكن كنت بانزل أنا مش قادر أقعد قدّام الكاميرا، وطبعًا مش هاحب إن أنا أظهر لكم وأنا تعبان، فكنت بانزل أشتغل على اللي هاكلّمكم فيه دلوقتي بقى. يعني عامل لكم كده مفاجأة هتعجبكم. أولًا أنا اللي بيشتغل معايا عارف إن أنا ما باحبش نظام المستويات في الكمانجا، أو ما باحبش نظام اللي هو إن أنت تجبرني على عدد حصص معيّنة عشان تعدّي المستوى الأول أو المستوى التاني. وفكرة إن أنت لازم تعدّي بالمستويات دي، يعني أنا باشوفها فكرة تجارية بحتة، وأنا ما باحبش آخُد الموضوع في الحتّة دي. يعني أنا باهتم إن أنت تستفيد وإن أنت تطلع فعلًا بقيمة عن فكرة بقى الشغل. يعني اللي هو تمام، أنت حد حبّيتني كشخص، حبّيت المحتوى بتاعي، حبّيت المعلومات اللي عندي، فجيت تشتغل معايا، جيت تشترك معايا. فأنا باهتم إن أنت تكون مبسوط، توصل لك قيمة فعلًا حقيقية. مش في أصل في ناس كتير اللي هو إيه، أنا باريّحك وبابسطك وخلاص، أو اللي هو إن أنا واخد الموضوع business بحت بقى، فاللي هو أنت لازم تمشي بالمنهج ده لغرض إن أنا أطوّل معاك وأمُط معاك في الكلام. لأ أنا دي مش سياستي. اللي شغّال معايا عارف، ويا ريت اللي شغّال معايا يكتب في الكومنتات يعني صبّح والّا مسّي كده والّا اعمل أي حاجة، وحتى لو مش شغّال معايا برضه حُط في الكومنت كده صبّح والّا مسّي. ولكن أنا سياستي اللي هو والله أنا هافضل أدّيك من اللي عندي، وطالما أنت متجاوب هندخل في اللي بعده، ندخل في اللي بعده، ندخل في اللي بعده وهكذا. ولكن الطريقة دي بتكون كويسة مع ناس ومش كويسة مع ناس. أنا بقى قعدت فكّرت في القصص دي وأنا يعني مريّح الفترة اللي فاتت. كويسة مع الناس اللي هي مش فارق معاها فكرة التحفيز أوي، على قد ما فارق معاها إن هي تاخد معلومات وإن هي تتعلّم وتتطوّر وتبقى كويسة. في ناس تانية بيبقى فارق معاها عايزة تعمل الاتنين، هي عايزة تتطوّر وكده، ولكن بتحس بشوية إحباط، هي عايزة شوية تحفيز برضه. وأظن دي يعني القاعدة العامة من الناس. أنت 90% من الناس بتلاقيهم تمام، أنا حابب إن أنا أتعلّم الحاجة دي، ولكن محتاج اللي يشجّعني، واللي يشجّعني مش يشجّعني بكلام وخلاص. يعني
برضه اللي بيشتغل معايا عارف إن أنا إيه، الحصة كلّها بتبقى طاقة إيجابية، يعني حتى لو أنا burn out وأنا تعبان ومش عارف، لأ هي كل ده بيتركن على جنب، وبتلاقي قدّامك يعني حد هو بيدّيك طاقة إيجابية بس. صحيح يعني بابقى باشِد لو بالاقي اللي قدّامي بيتدلّع أو بالاقي اللي قدّامي مش في المستوى اللي أنا عايزه، باكون ساعات شديد شوية، ولكن معظم الوقت لأ، هتلاقي إن في طاقة إيجابية، هتلاقي يعني أنت مبسوط في الحصة. مش داخل أقول لكم كده لغرض الشكر في الشغل لأ خالص، أنا بس عايزك تفهمني وتمشي معايا كده واحدة، واحدة، أنا طالع يعني أدردش معاكم. المهم في الفترة دي أنا عملت مستويات، بس مستويات بشكل مَرِن يناسب برضه أسلوبي ويناسب التفكير بتاعي في إن أنا مش لازم أحبسك في مستوى، مش لازم أجبرك على إن أنت لازم في المستوى ده تحضر عدد الحصص الفلاني، لأ خالص. مستويات يا سيدي أنا عملتها بنفس فكرة كده مستويات الإنجليزي مثلًا، إن أنا عملت مستويات وعملت لكل مستوى كتاب. ويعني أنت لو اشتركت معايا هتلاقي معاك الPDF وهتلاقي معاك خلّيني ما اسبقش الأحداث، تلاقي موقع وهتلاقي قصة كده، ولكن خلّيني ما اسبقش الأحداث، خلّيني أكمّل معاك واحدة، واحدة. المهم إن أنا عملت المستويات دي بحيث إن المستوى يكون تحفيز ليك أصلًا، بمعنى إن أنت واحد عارف الأساسيات، طَب يا باشا احضر حصة 2 خُش امتحن المستوى الأول، امتحنته تاخد شهادة بيه، وكل الكلام ده بيكون على حسابك على الaccount بتاعك. اللي هي الشهادة والكتاب والحاجات اللي زي دي بيكون على حسابك، ولكن إحنا بنقعد مع بعض face to face. وبالمناسبة أنا باشتغل one to one، باشتغل private، ما باشتغلش مجموعات، يعني وأنا قاعد معاك أنا باكون قاعد معاك لوحدك، ما بيكونش معاك حد تاني، فبنشتغل مع بعض. تبتدي إن أنت خلاص أنت المحتوى بتاع المستوى الأول أنت عارفه، خُش يا باشا امتحن على طول، مش لازم بقى تقعد 12 محاضرة و14 محاضرة في المستوى الأول حتى لو أنت عارفه، لأ خالص. فدي كانت فكرة أنا اشتغلت عليها الأيام اللي فاتت، وهي خلاص يعني طلعت للنور، موجودة، تقدر إن أنت يعني أنت لو اشتركت معايا النهارده هتقدر إن أنت تشوف الكلام ده بشكل فعلي. وطوّرت في قاعدة البيانات برضه بتاعة الموقع، أنا زي ما قُلت لكم أنا مهتم بالبرمجة وبالقصص اللي زي دي، بحيث إن أنت بمجرد ما بتشترك معايا باعمل لك حساب تدخل تلاقي فيه على فكرة وأنا في الحصة ال4 شاشات اللي ورايا دول أنا باستخدمهم في الحصة، يعني الشاشة دي بيبقى فيها المتدرب، الشاشة اللي قدّامي بتبقى زي سبورة، الشاشة اللي فوق بيبقى فيها النوتة، والشاشة دي بيبقى فيها الفايلات اللي باغيّر فيها في النوتة والحاجات اللي زي دي. دي بيبقى فيها حاجات أنا باستخدمها في أربط الكلام ده ببعضه، ولكن أنت كحد بيشتغل معايا هو بيشوف ال3 شاشات التانيين، أو بيشوف شاشتين بس يعني، لإن دي أنا اللي باشوفك فيها. المهم يعني إن وأنا شغال معاك بتبقى الشاشة اللي في النُص دي بتبقى زي سبورة، بعد ما بنخلّص المحاضرة اللي أنا كتبته على الشاشة، اللي أنا كتبته على السبورة بيبقى فايل PDF وبتلاقيه في الحساب عندك وبابعته لك برضه على الواتساب. فيعني أظن إن الحمد لله الفترة اللي غِبت فيها عنكم كانت برضه فترة مثمرة شوية، نوعًا ما أنا شحنت طاقتي حبّة باليومين اللي خدتهم أجازة دول، وباقي الأيام اشتغلت على القصة اللي باقول لكم عليها دي، فإن شاء الله النظام ده هيعجبكم. وعلى فكرة برضه يعني خفّضت الأسعار شوية لإن لقيت ناس كتير بتبقى عايزة تشترك، وأنا بصراحة عايز أي حد نِفْسه إنه يتعلّم كمانجا يقدر إنه يتعلّم كمانجا، فأنا خفّضت الأسعار شوية، يعني أتمنى إن أنت تتواصل معايا على الواتساب، لإن أنا في الفترة الأخيرة يعني ما كنتش باقدر أوي إن أنا أرُد على الرسايل اللي على الإنستجرام واللي على الصفحة بسرعة، يعني بسبب برضه زي ما باقول لكم كده يعني كنت تعبان شوية، فتواصل معايا على الواتساب هتلاقيني بارُد عليك على طول، يعني لو حابب إن أنت تشوف القصص دي بقى بشكل فعلي. وفي فيديو أنا هانزّله هاشرح فيه للي مهتم يعني ال إيه بقى فكرة المستويات، وكل مستوى أو كل level بيحتوي على إيه بالضبط، كل ده هاعمله في فيديو، ولكن الكلام ده موجود بالفعل، بس أنا ما حبيتش إن أنا أصدّعكم أكتر من كده. الفيديو ده أنا طالع أكلّم حبايبي وصحابي وأهلي وأخواتي يعني، مش فيديو لحد ما يعرفنيش، لأ هو فيديو للناس اللي منّي. فيعني شكرًا ليك إن أنت فتحت الفيديو ده، يعني ده معناه إن أنت مهتم بأحمد كأحمد بغض النظر عن اللي هو بيقدّمه، فأنا أحب جدًا إن أنا أعرفك بشكل شخصي. سيب لي comment، ما تنساش إن أنت تشترك، ما تنساش إيه بقى عيب اللي أنا باقوله ده يعني بس هو بقت جملة محفوظة باقولها، أنت أكيد مشترك ومفعّل الجرس، ويعني كونك شُفت إن الفيديو مش مهم ودخلت تتفرّج عليه، فيعني أنا عايز أقول لك إن أنا باحبك. ما تنساش إن أنت تسيب لي comment، أشوفك الفيديو اللي جاي. سلام.